مساكم الله بالخير والسرور. اليوم بسوي معكم حلا سريع ولذيذ وفيه نوع من التغيير. راح أسوي معكم تاكو التفاح. في البداية راح أجهز التاكو. راح أقطع التورتيلا عندي هنا بأي قطاعة دائرية عندك، ونضيف لها سكر وزبدة وقرفة. قاعدة أقطع التورتيلا الحين بشكل دائري زي ما تشوفون، أبيه بهالحجم يصير ميني تاكو. التورتيلا بعد ما قطعتها بضيف لها زبدة مذوبة وسكر، رشة سكر ورشة قرفة، وبخلط المكونات زين ببعض. أبي القرفة والسكر والزبدة تجي لكل حبة. بعدين راح أجيب قوالب الكب كيك وراح أحط التورتيلا فيها بهالشكل عشان تاخذ شكل التاكو. تلاحظون شلون أخذت شكل التاكو. وبعدين بدخلها الفرن تقريبا من 5 إلى 7 دقايق بس تنشف شوي ونجهز الحشو. وأقلبه زين وبذوب قطعة زبدة، وراح أحط التفاح عليها على النار شوي. ذوب قطعة صغيرة زبدة، راح أحط التفاح اللي خلطت معاه السكر والليمون والقرفة. خلاص هذا التاكو بعد ما طلعته من الفرن، شايفين شلون نشف. بعد ما أجهز الحشوة راح أحشيه وأقدمه وبس. هذا هو كل حلانا. خلاص كذا تقريبا بعد 10 دقايق على النار الحشوة جهزت. راح أحشي ميني تاكو اللي سويتها وأقدمها بالعافية. وهذا حلانا السريع، حلا تاكو التفاح، أسرع وأسهل وألذ حلا ممكن تذوقونه، وبالعافية.